الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم على الكلام الله تبارك وتعالى. إذن كلام الله تعالى ما كيشبهش كلام الإنسان، ما كيشبهش كلام المخلوقات. كلام الله تبارك وتعالى شنو قالوا كأهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة قالوا أن كلام الله تبارك وتعالى ماشي بحروف، يعني ألف باء سين جيم، وماشي بالصوت، يعني بالصوت اللي كيخرج من الهواء ديال الإنسان، وماشي بالعربية ولا بالفرنسية ولا بالإنجليزية. كلام الله حاشا ولا يشبه هذا الكلام الإنسان وكلام المخلوقات. هذا هو كلام أهل السنة والجماعة. كاين جوج فريقين، واحد مشى لهذه الجهة وقالوا أن الله ما عندوش الكلام، اللي هما المعتزلة، وقالوا أن الله كيخلق كلام في المخلوقات، وقالوا أن الله ما عندوش كلام. وكاين فرقة أخرى اللي هما مشاو التطرف من الجهة الأخرى وقالوا أن الله كيتكلم، ولكن كيتكلم بحروف وعنده صوت كيخرج ويهدر وقت ما بغى ويسكت وقت ما بغى. حاشا ولا يتمثل. الله تبارك وتعالى ما كيهدرش بحال الإنسان. أشنو كيقول ابن عاشير؟ ابن عاشير كيقول إن كلام الله تبارك وتعالى الأزلي ليس بصوت وليس بحروف وليس يعني بالسكوت وليس بالتقديم والتأخير، يعني ماشي كيسكت وكيهضر إلى غير ذلك. هادشي اللي كيقول في كتابه الدر الثمين والمورد المعين على الضروري من علوم الدين. كيقول الكلام مش كلام الله تعالى ماشي صوت، وكيقول أن العبارات اللي هي مثلا كتكتب مكتوبة بالعربية هي تعبير عن كلام الله تبارك وتعالى. القرآن دابا داك الكتابة اللي مكتوبة في القرآن هي دابا العبارة الدالة على كلام الله. حنا كنقول القرآن كلام الله، ولكن معنى الكلام الذاتي هو كلام الله تبارك وتعالى. أما هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هي عبارة منها كنفهموا مراد الله تبارك وتعالى، ليس أنه الله تعالى كيهضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حاشا، الله تبارك وتعالى هو اللي خلق حروف، هو اللي خلق الصوت، هو اللي خلق اللغات عربية وفرنسية وإلى غير ذلك. ماشي الله تبارك وتعالى ما كيتكلمش بحال الإنسان، بل كلام الله تعالى حاشا ولا يتمثل. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أما قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقدر الإنسان يقول لنا هو الله تعالى كيقول في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال العلماء، خصك تشوف التفسير ديال العلماء بحال القرطبي والطبري، كيقولوا أنه كن فيكون قالوا سرعة الإيجاد، يعني أن الله تعالى إذا شاء شيء يحصل فذاك الشيء كيتوجد وكيحصل في سرعة، بسرعة، يعني من غير مشقة الله تبارك وتعالى. كما أنك أنت إلا قلتي كن ما خسرتي حتى شي حاجة، يعني ما كاينش شي مجهود ولا شي صعوبة. إذا كذلك الله تبارك وتعالى إذا شاء شيء يحصل فذاك الشيء كيحصل من غير مشقة ومن غير عناء من الله تبارك وتعالى. أما لأن المخلوقات كتخلق في اللحظة الواحدة كتخلق آلاف وملايير المخلوقات كيخلق الله تبارك وتعالى. واش الله تعالى كل وقت كيقول كن فيكون كن 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 كن؟ حاشا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بهذه الحروف والأصوات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لموسى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، يعني كلمه بالكلام ديالو الأزلي. ففهم موسى من كلام الله تعالى هذاك الشيء اللي أراد الله تبارك وتعالى. أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أنه قال لموسى يعني أزل حذاءك، انزع حذاءك إنك بالوادي المقدس طوى. ليس أن الله تبارك وتعالى كيتكلم بهاكا يعني أزل الحذاء ديالك إنك بالوادي المقدس طوى، ولكن ورغم مع أن موسى ما كانش كيتكلم العربية، موسى كان كيتكلم اللغة السريانية. فإذا الله تبارك وتعالى تكلم مع موسى بكلام، وموسى ما سمعش صوت وما سمعش حروف وما سمعش كلام جاي من جهة، لأن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان بلا جهة، لا تحده الجهات الست كسائر المبتدعات. إذن هذا هو المعنى الحقيقي، ويعني المعنى اللي عبر عليه أهل السنة والجماعة على كلام الله تبارك وتعالى. وكما كيقول سيدنا أبو حنيفة كذلك، أبو حنيفة كيقول وكلامه ليس ككلامنا، نحن نتكلم بالآلة من المخارج والحروف، والله لا يتكلم لا ككلامنا. والله تبارك وتعالى أعلم
وأحكم.